شاب عايش حياته كلها على كوكب المريخ، بيكون في رحلة بحث للأرض علشان يدور على أبوه بعد أمه ماتت هناك. انتوا بتسمعوا محمد شمس، وده فيلم من الآخر، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب المتين. دكتور شيبرد بيشرح خطوات الرحلة للمريخ اللي هو مشرف عليها للرواد بتوعه، واسمها الحياة على المريخ. ولما الرحلة بتبتدي بيبان على بنت من رواد الفضاء اسمها سارة أعراض الحمل، وبيتعصبوا جدا المشرفين على الرحلة في ناسا لأن الرحلة كده هتبوظ. لكن البنت بتقرر تكمل وتولد ابنها هناك، لكنها وهي بتولده في المريخ بتموت بسبب اجواءه المختلفة عن الارض. وبيتكلم مشرفين الرحلة ان كده احجام العضلات بتاعة الطفل وخصوصا عضلة قلبه هتختلف حتى لو نزل الارض فممكن يموت. فبيقرروا يكملوا الرحلة وهو هناك. وبعد 16 سنة بيكون جاردنر كبر، بيكون بيكلم بنت من على الارض عن طريق الانترنت اسمها تولدا، وبتعرفوا ان حياتها بقت مملة جدا، لكنه بيكون معرفها انه عايش في ولاية تانية بعيدة عنها، ومش قايلها ان هو على كوكب المريخ. وبسبب تهوره بيعمل حادثة بالعربية الفضائية بتاعته، وبيكون في مساعدة اسمها كاندرا بتاخد بالها منه وبتشرف على حالته الصحية وبتنقذه وقتها. وبتكلم بعدها شيبرد علشان تعرفهم باللي عمله الولد وانه لازم ينزل على الارض. وبيكون العلم اتطور ساعتها عن طريق اجهزة دقيقة هتخلي جاردنر قوي ويقدر يعيش على الارض. وبيكون في تفكيره بس ان هو يلاقي ابوه اول ما ينزل للارض، وبيهرب من البعثة اول ما بيوصل فعلا، وبيروح لتولدا المدرسة لكنها بتضربه بالقلم وبتعرفه انه عدى 7 شهور وهي ما تعرفش عنه حاجة ولا بيرد على مكالماتها، وبيصالحها بعدها وبتاخده على بيتها. لكن دكتور شيبرد بيكون وصل لهناك ده لان كاندرا عارفة مكان تولدا ووصلتهم ليه، وبيحاول ياخده معاه وبيعرفوا ان كده في خطورة على صحته. لكن تولدا بتهربهم منهم. وبعدها بيعرفها جاردنر عن قصته الحقيقية وانه مولود اصلا على المريخ ونازل يدور على ابوه بعد امه ما ماتت هناك وهي بتولده. لكنها مش بتصدقه في الاول، لكن بعد كده بتقتنع بكلامه وبتساعده عن طريق خاتم جواز امها. وبيعرفوا من ابوها مكان الجوازة دي وعنوان المكتب اللي هم اتجوزوا فيه، فبيروحوا له على طول وبيبانوا مع بعض في مكان باتوا فيه. وللصبح بيوصلوا للمكتب وبيعرفهم المدير بان عنوان امه هو بس اللي موجود وبيانات الزوج مش مكتوبة خالص. فبيروحوا على العنوان بتاع امه. لكن جاردنر بيقع وبتاخده تولدا للمستشفى وبيكتشفوا ان عضلة القلب عنده بتتضخم جدا، لكنه بيفوق ويقرر يروح علشان يدور على ابوه. ولما بيوصلوا للبيت بيلاقوا واحد فبيعرفوه على قصة جاردنر، لكنه مش بيصدقهم وبيعرفهم انهم حرامية. بيخرج جاردنر بسرعة، لكن تولدا بتعرف منه انه يبقى خال جاردنر لما يقول ان اخته كانت رائدة فضاء برضه وماتت هناك. وبتعرف تولدا الحقيقة وبتروح تلحق جاردنر من الغرق لانه بيحاول ينتحر. وبيوصل دكتور شيبرد اللي بيعرفه ان هو ابوه الحقيقي وكان مخبي عنه الفترة اللي فاتت دي وانه فخور بيه. وبيسافر معاه بعدها على المريخ وبيتواصل تاني مع تولدا على ان هما يتقابلوا تاني على المريخ مرة تانية. ولحد هنا يكون خلص فيلمنا، وتنسوش بقى لايك شير سبسكرايب فيلم الاخر عشان يوصلكم كل جديد.